married long time ago. Where did he come from? Where did he... بونجوار لو ماروك، خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في الحلقه الخامسه من برنامج سكيزوفرين، خمسة وخميس علينا وعليكم. هاد الحلقه ديال اليوم ما سبيسيال ما توزع بصراحه، اللي حداه بواه ولا مو ولا خو ولا شي حاجه من دابا ينوض، كل واحد يتفرج في هاد الفيديو بوحدو، لان الضيف اللي جبنا في هاد الحلقه عنده شويه ديال الجرأه في طرح الفتاوى ديالو، لانه اخترق بها الحدود. تعرفوا شكون هو؟ نخليكم جميعا تعرفوا على شكون هو. فضيلة الشيخ عبد الباري الزمزمي. يا زمزم يا باقيها تحت الحزام. لا أملك حق التحريم. متعنت الذي يقلب الحقائق ويتأول النصوص تأويلا غير صحيح، مختلا إما عقليا أو نفسانيا. مثل هذه السلوكات هذه إنما هي تشيع الفاحشة في المجتمع. ابيض ومربرب والنور والايمان بيشعوا من وشه كده يا اخي. معلوم الايمان والنور والهدايه هادو كاملين من الصفات ديال المفتي الناجح، ولكن كما لاحظنا جميع السي الزمزمي يعني كتلاحظوا بان الفتاوى ديالو متخصصه، كيهضر فين في المناطق اللي هو مرتاح فيهم. ضجعت المرأة الميتة. الرجل يقذف ماءه خارج رحم المرأة. يعني هادشي كله حاضيه. استرجاع البكارة، الدورة الشهرية، الغريزة الجنسية. شكلك متمرس في مهنتك. من الكبت الذي يعيشه التنفيس عن الكبت. اللهم قوي ايمانك. شهواتهم الجنسية. ولو تتعرى. انا بغيت البوس الصحه والجلده بلاد ما تشدوا. لا حشومه، هو حشومه تهضر على الفضيله والعلامه سي الزمزمي بحال هكا. حشومه الزمزمي راه اومواه اكتشف اكتشاف عالمي خطير، لقى فوائد اخرى لبعض الخضار، راه ما سهلاش، والله ما سهله. أباحوا للمرأة الاستمناء مثلت بالجزر كما قال العلماء المتقدمون. قلت هذا يجوز أيضا، هذه الأدوات هي ألين وألطف، لا حرج فيها. السلاوي كان غير ب50 اصبح ب80، كل شيء خضره طبحت بجوده فيها 3 دراهم 2 دراهم في الكيلو، وبالتالي قفة المواطن البسيط باتت ثقيلة. خيزو الفقيق خيزو، وانا حشمت بلاصتك والله سيدي لا حشمت، وما عرفناش كي غدوز هاد الحلقه وصافي. سمحوا لينا الاخوان والله العظيم. أما كان شي يقول الجزر ماذا أقول لكم؟ دلاح. ايه ده؟ انت شفت بولي؟ كل وحدة أو كل واحد مسؤول عن تصرفه. وكل شي حاجه ماشي طبيعيه، ولا شايف شي سخط الله، ولا طايح على راسك. كضحك، عارف راسك اش دايره؟ سمعتي لا حياء في الدين وانت دير شرع يدك. الاستمناء جائز للرجل وللمرأة. واحنا صغيرين ما نعرفش حاجة. الإفراط مع الإدمان على هذا السلوك هذا، أما الإنسان ياخذ حاجة باعتبار كيبقى كل شيء سليم. من اياميها والواحد صحته تعبانه. ولكن راه حرام السي الزمزامي. أمر مقبول وسلوك عالمي. العادة السرية جماهير العلماء هي حكمها للرجال والنساء واحد. أنها جماهير علماء الأمة على أنها ممنوعة داخلة في قول الله تعالى والذين هم في صفات المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. واخا سيدي هذه نفوتوها ماشي مشكل، والفتوى ديال معاشرة المرأة الميتة اش غنديروا فيها؟ كيسكو موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها. ينصر دينك لابد ان يكفل بها. لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. سأغادر وجع تراب هذا الوطن نهائيا. شتي ها تجريتي لينا على ممثل ومخرج قدير، ها بغيت نعرف غير منين كتجيب دوك الفتاوي، واش كتصاوبهم بيدك ولا شي منين كتجيبهم منين؟ احنا قلنا في مناسبات ماضية إن القرآن يثبت أن العلاقة الزوجية عند المؤمنين لا تنقطع بالموت، وهذا غير صحيح البتة، إذ إن عقد الزوجية ينتهي تماما عندما يموت أحد الطرفين، وذلك باتفاق مجموع الأئمة الأربعة الكبار. ربما تقول استقوينا بالبراني ولا شي حاجة، احنا غنجيبوا لك دابا ولد البلاد،
كما قال رشيد خبز وبراد، ما غتصور من عنده والو. إن العلاقة الزوجية تستمر حتى بعد الوفاة. نقول هذا حكم مختلف فيه ولا يسلم له. لو كانت العلاقة الزوجية تستمر من جميع جوانبها حتى بعد الوفاة ما جاز لهذا الزوج أن يتزوج أختها في اليوم نفسه. أجاز جميع الفقهاء أن يتزوج هذا الإنسان أختها في يوم الوفاة. فلو كانت العلاقة الزوجية باقية لكان جامعا بين الأختين، وهذا محرم بالإجماع. والواعرة كاع هي الدمية. غصبروا معنا المشاهدين وحق الله، أنا والله لا حشمت والله. معاشرة الدمية هي أسلوب من أساليب الاستمناء. نعم. ليس فيها حرج، لأن الدمية ليست امرأة، ليس فيها روح. عاد بديتي تبرهش عاوتاني. وحتى من المونيكا ضحكت عليك. ورمضان زعما هو شهر الغفران والعباده، حتى هو ما زقلوش. من قبل امرأته في نهار رمضان وغلبته الشهوة ووقع منه إنزال فصيامه صحيح لأنه لم يتعمد ذلك. إنهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيلة والفسق. مداعبة المرأة أثناء الصوم هل يبطل الصيام ولا يجرح الصيام ولا؟ يعني إذا كان يعني سيفضي إلى إنزال أو وطئ فهذا بلا شك أنه ما يجوز. لا. والأفضل يا عبد الله إذا كان شابا أن يبتعد عن ذلك. كل وحدة أو كل واحد مسؤول عن تصرفه. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. صافي ابو عادل بلا ما تتعشى برد معانا. والطويس مالو سي الزمزمي في رمضان؟ ركب الحافلة واحتك بامرأة صيامه صحيح لا يبطل ولا يفسد، لا هو ولا هي. احنا في زمن المسخ. لا أملك حق التحريم. احنا أصيل لبخة في الكلام، أصيل لبخة، ده عايز يتعالج ويجينا. لا صافي هذا الشيء كثر علينا بزاف والناس بدات كتزنق والامور بدات كتزير، لذلك الاخوان غنخليكم مع اقوى اللحظات الزمزميه باش نسدوا هذا السوق. انا رايي هنا انه يمكن للحكومات ان تمنع التعدد يعني منعا قانونيا. جابكم نيله فيكم في ايامكم السوداء، ده انتوا هتشوفوا ايام مخابره بعد كده. هذه المراه توحمت شهة الخمر. نعم. فقلت لهذه الفتاة إذا كان هناك شرب مثلا أقل من ربع كأس تشربه لتنقذ جنينها من العاهة أو من الإجهاض. طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، وإحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. وإحنا عندنا نساء يشتهين أمورا غريبة في هذه الفترة في الوحم. كانت المرأة اللي كتفقد الذكراء يعني بحسن نية أو بخطأ. لو سمحت ابقى فكر 5 ثواني قبل ما ترد. كما كنعود الضيوف ديالنا في اخر البرنامج كنعطيوهم كلمه صغيره باش يعبروا على الداخل ديالهم. عبر، قول لنا شنو عندك، اش باغي تقول؟ من شاء ان يناقش الفتوى ويطلب مزيدا من التوضيح ايضا فله ذلك وانا اطاوعه. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. هذه الفتاوى الشاذة سوف يعني ترمى أو يرمى بها في مزابل التاريخ وسيبقى دين الله مصونا ومحفوظا. باي. كنتمنى على الحلقه الخامسه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا، وكذلك انكم تزوروا الموقع ديال الصفحه ديالنا على الفيسبوك www.facebook.com/skizoren. كنتسناو دائما التعليقات ديالكم والاقتراحات ديالكم بخصوص ضيوف الحلقات ديالنا، كذلك اقتراحات ديالكم بخصوص ضيوف الحلقات المقبله. في الاخير كما العاده ما غتفوتنيش الفرصه اني نشكر جميع صفحات الفيسبوك وكذلك مواقع اللي كتعاوننا على نشر فيديوهات ديالنا وكتساندنا كثير. كنبغي نقول لكم بانني كنموت عليكم، وهذه مني لكم ديديكاس. الله يعاونكم.